زي ما قلت حصل بالظبط، قلت سيتم الإطاحة بجروس، لأنه بصراحة مش شايفين منه حاجة في الأرض الملعب، ولا تكتيكات ولا تعليمات ولا حاجة، وتحس إنه تايه في الأرض. كنت ما أتمناش أبدا يحصل مع جروس كده. أولا اثبت حضورك كده بلايك وكومنت وقول لي متابعني من أنهي دولة. ثانيا جروس ما كانش نافع للزمالك بصراحة، وكان غلط أولا إنك تجيبه. كان عندك كذا بديل وكان عندك ناس أحسن من كده بكتير، ولكن أنت فضلت جروس. المهم جروس جه خلاص، وجروس رحل بالفعل زي ما قلت قبل كده في كذا فيديو. سيتم الإطاحة بجروس وهيمشوه رسمي. تعالوا بقى نشوف من هو المدرب الجديد لنادي الزمالك. الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو. هل بيسيرو سينجح مع الزمالك؟ ده سؤال للجميع. هل سيتم آه، يعني كل مطالب جوزيه بيسيرو هتتم؟ اكيد هيبقى ليه طلبات، بس حظه السيء ان مطالبه مش هيستجاب ليها دلوقتي، لان هو جه بعد فترة الانتقالات خلاص، والانتقالات خلصت. فالفكرة بقى اللي هنا دايما بتتردد، طب لو المدرب مثلا ما عرفش ينجح، هيقول لك اللعيبه دي مش انا مختارها، لان ممكن فعلا ما يمشوش مع الطريقه اللي هو ماشي بيها. هل اللعيبه بقى اللي في الزمالك تمشي مع الطريقه اللي جوزيه بيسيرو هيلعب بيها؟ ده المفروض انا لما اجي ادور على مدرب، بدور على الكواليتي اللي عندي واقول له انا الكواليتي اللي عندي ده، وبلعب مثلا بخطه كذا كذا كذا. هل الكواليتي ده هيمشي معاك؟ هل الخطه دي بتمشي معاك؟ فدور على مدرب بيلعب مثلا بال4 3 3 اللي الزمالك بيلعب بيها. فهل جوزيه بيسيرو هيلعب بالتشكيله دي؟ ده اولا. ثانيا، هل ستتم كل مطالب جوزيه بيسيرو جوه الزمالك؟ مع ان كنت اتمنى كذا اسم تاني، وكنت اتمنى ميكالي كان عنده دماغ حلوه. بيسيرو انا بقالي كتير ما اعرفش عنه حاجه، او كلنا ما نعرفش عنه حاجه. المهم الجهاز الفني الجديد بقياده جوزيه بيسيرو: مدرب عام نونو ميخائيل، ايمن عبد العزيز مدرب مساعد، مايكل جوزيه مدرب احمال، فيتور بيسيرو محلل اداء لي، نونو جاكينتو مدرب حراس المرمى. معنى كده ان المدرب العام اللي هو ابو واحد السيد مش هيبقى موجود خلاص، و كذا اسم اللي كانوا موجودين مش هيبقوا موجودين. هو جاي معاه ثلاثة. الثلاثة برضو الزمالك أو الأربعة الزمالك هو اللي بيدفع لهم الراتب. أيمن عبد العزيز الوحيد اللي هو مدرب مساعد ليه هو. إيه رأيكم في مدرب الزمالك الجديد جوزيه بيسيرو؟ هل هينجح ولا مش هينجح؟ سؤال وأتمنى من الناس تجاوبنا عليه. وهل إدارة الزمالك بدأت تمشي على الخطى الصحيحة؟ يعني هل هتمشي صح ولا برضو هتمشي خطوة كده وترجع خطوة كده؟ بصراحة هم عندهم يعني شوية حاجات غلط، ولكن برضو هم مديونين بكتير وبيدفعوا ديون كتير. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الأيام الجاية.